اهلا بيكم، معاكم هاشم داوود، ودي اول حلقه لينا من فيديوهات تعلم الاكسل من الصفر. وفي الفيديو ده هنعمل مشاريع مع بعض بشكل عملي، لان افضل حاجه هي التجربه لحد ما نبقى محترفين في الاكسل. اول حاجه هنتعرف عليها هو شكل الاكسل من بره والايكونز بتاعته اللي موجوده في التابس اللي فوق، وكمان نعالج بعض النصوص. ومن الفيديو اللي بعديه هنتعلم المعادلات، وطبعا هنتعامل مع الاكسل بالانجلش، وانا حابب اننا نجرب ان المعادلات والايكونز بالانجلش، فهيكون اسهل لينا اننا نتعلمها بنفس طريقه الاكسل. ويلا بينا نشوف ده عمل. اول حاجه احنا بنفتح شيت الاكسل بتاعنا، بيظهر معانا بالشكل ده. اول حاجه هنتعلمها هي الايقونات بتاعتنا. يهمنا الاربع او الخمس ايقونات اللي موجوده معانا هنا: هوم وانسرت ودراو وبيج لاي اوت وفورمولا وداتا وريفيو وفيو، ودول اكتر ايكونز احنا هنستخدمهم بشكل مستمر. تاني حاجه هنعرفها هي الخليه. اكسل عباره عن ايه؟ عباره عن عواميد واصفف. الاصفف مترقمه بواحد اتنين تلاتة، والعواميد بالشكل ده مترقمة ب A B C. في الايكون دي او في المربع ده، في المكان ده بيظهر لي رقم الخلية اللي انا موجود فيها. بتساعدني بعد كده في المعادلات، ونكون معادلات ونعرف المعادلة دي جايبة منين وطرحة منين والكلام ده كله. بعد كده معانا الشيت الاكسل. لو هو شيت واحد هيظهر معايا بالشكل ده هنا. شيت 1 مثلا، لو انا عاوز اضيف بضغط على اد من هنا، علامة البلس دي 2 3. لو انا عاوز امسح بضغط كليك شمال مثلا واقول له ديليت، فبيبتدي يمسح لي. لو انا عايز اعمل هايد مثلا، هنا بيظهر لي هايد. لو انا عاوز اعمل ان هايد مثلا، تبتدي علامة ان هايد تظهر معايا بالشكل ده كده، وبيحدد لي انت عاوز تظهر ايه. لو عندي اكتر من شيت فانا اقدر اظهر مثلا هنا، بقول له ان هايد. لو انا عاوز مثلا اسمي الشيت بتاعي ده مثلا تيست 1 مثلا، تيست 2، بس اقدر اسميه بالشكل ده. لو انا مثلا عاوز اغير لون الشيت بتاعي من تحت من هنا، تاب كولر مثلا واعمله بالاحمر مثلا، هيبقى بالاحمر بالشكل ده. وده اعمله بالاصفر مثلا بالشكل ده، ده بالازرق. واقدر من هنا اوسع شويه او اظهر، واقدر من هنا اروح شمال او يمين لو انا عندي بيانات كتير. ده كده الجزئيه اللي تحت دي. لو انا مثلا بستخدم الشيت بتاعي بالعربي، فانا عاوزه من اليمين للشمال، او بالانجليزي من الشمال لليمين، فانا بغير الصفحه من اليمين للشمال من هنا، من بيج لي اوت من هنا، شيت رايت تو ليفت. كده هلاقي ان الشيت اتقلب معايا من اليمين، او ليفت تو رايت مثلا هلاقي الشيت اتقلب معايا من الشمال الى اليمين. تعالى ندخل بشكل عملي اكتر ونبتدي نعمل جدول، ونملى كمان البيانات اللي فيه. هنعمل جدول ازاي؟ مثلا هنحدد الاطار بتاع الجدول معايا مثلا بالشكل ده كده. الجدول بتاعي انا عاوز احدد الاطار بتاعه من هوم. هاجي على الجزئيه دي من هنا كده وابتدي اختار. لو انا عاوزه باطار كامل اول بولدرز هيظهر معايا بالشكل ده. هنا هيبقى راس الجدول بتاعي، فانا هحتاج ان هو يبقى لون مختلف. هاجي هنا مثلا علامه الجردل دي في الكلر، واعمل مثلا اللون بتاعه يبقى مثلا بالازرق الفاتح كده. لو انا عاوز مثلا البيانات او المعلومات اللي فيه تظهر بشكل بولد عريض شويه او تخين شويه، بضغط هنا كده. لو انا عايزها ايتاليك يعني مايله شويه، لو انا عاوزها تحتها خط بالشكل ده بضغط هنا. تمام. لو لون الخط نفسه عاوز اغيره بغيره من هنا. خلينا نبدا كده نكتب مثلا، هنعمل مثلا هنا مسلسل او رقم تسلسلي يعني. بتنقل ما بين التاب للتاب من خلية لخلية بزرار التاب اللي موجود عندنا في الكيبورد بالشكل ده كده. فأنا هعمل مثلا اسم العميل، البيان، القيمة، ادي كده المنطقة، ادي كده التاريخ. زي ما ظهر معانا كده كده، دي البيانات بتاعة الجدول بتاعي. دي رؤوس الأعمدة بتاعتي. تمام. مسلسل مثلا هقول له واحد اتنين تلاتة أربعة مثلا، أو خلينا كمان نكمل الجدول بتاعنا يبقى أكبر من كده، يبقى بالشكل ده. طيب في المسلسل أنا محتاج أكمل التسلسل بتاعي، فهاجي بالشكل ده كده. هيظهر معايا علامة صغيرة هنا، علامة مربع صغير هنا زي ما ظاهر كده.
نقطة كده، والسهم عندي بيبتدي يتغير شكله لعلامة البلاس دي كده، واسحب كده من تحت لفوق هيبتدي يظهر معاه الأرقام، الصفوف بتاعتي يبتدي يعدها. ونبتدي مثلا نكمل اسم العميل، مثلا هاشم مثلا داوود، فاتورة مثلا، والتاريخ نكتبه كمان. كده احنا دخلنا بيانات مبدئية عندنا. نتعلم شوية تريكات في الجدول بتاعنا. مثلا لو انا عاوز اعمل اول عمود بالشكل ده اللي هو التسلسل ده، عايز اعمله بولد مثلا، باجي هنا اعمله بولد بالشكل ده. عاوز اجيبه في النص كده، انسق الجدول بتاعي مثلا اجيبه في النص، باجي على الجزء ده كده واعمل سنتر. عاوز مثلا اغير لون الخط بتاعي اللي هنا، مثلا هعمله باللون الاحمر، او اغير لونه مثلا اعمله باللون الابيض، ايا كان. طيب ايه تاني؟ ممكن مثلا كمان نكبر الخط بتاعنا. بنكبر الخط بتاعنا من هنا، علامة الاي دي increase font size مثلا، وهنا بنصغره، فانا محتاج اكبره، بعمل كده اكبر وهنا يبتدي يعد عندي. تمام. وهنا نوع الخط بتاعي، ويبتدي يتغير معايا طول ما انا بغير بالشكل ده كده. دي انواع الخطوط ظهرت معانا هنا بعد ما كبرنا الخط. الكلام دخل جوه الخلية نفسها. طيب نحل المشكلة دي ازاي؟ ممكن نحلها بأكتر من طريقة. أسهل طريقة إن أنا مثلا هاجي على رؤوس الأعمدة بالشكل ده كده، وأعلم عليها كده، واجي ما بين كل عمود وعمود مثلا، وهيظهر لي علامة البلاس دي كده. لو اتكيت عليها دبل كليك هيبتدي يوسع لي كل عمود أو كل خلية على قد الكلام اللي موجود فيها. طيب لو حبيت مثلا أصغره تاني، تمام، أعمله مثلا 12. طب الخلية واسعة عندي، نصغرها ازاي؟ هعلم برضو بنفس الطريقة كده على العواميد اللي انا عاوز انسقها، واجي ما بين العمود والعمود واتك دبل كليك، هلاقيه نسق لي الجدول بتاعي. طيب محتاجين نعمل عنوان للجدول بتاعنا، نعمله ازاي؟ هنكتب مثلا العنوان بتاعنا هيبقى بيانات العملاء، ودوس انتر. انا عايز الخلية دي تظهر في النص بالظبط، في نص الجدول بتاعي، كأنه عنوان للجدول يشمل الجدول ككل. انا اعمل ده ازاي؟ ممكن هاجي هنا من اول هنا لحد هنا واعمل حاجه اسمها ميرج. تمام. الميرج ده موجود فين؟ موجود هنا كده، ميرج اند سنتر، يضم لي الخلايا على بعضها وكمان يحطها لي في السنتر بالشكل ده كده. وهنغير لونها زي ما اتفقنا من هنا، وكمان نعمل اللون بتاعنا اسود. لو عايزين بالبولد نعمل من هنا كده بولد. ممكن نكمل الداتا بتاعتنا بشوية تريكات برضو. ممكن لو أنا عاوز أنسخ نفس البيانات بتاعتي، ممكن أجي عليها بالشكل ده كده وأضغط عليها من هنا، بتظهر لي علامة البلاس كده، وأنزلها بالشكل ده كده، أيا كان البيانات اللي موجودة عندي وعاوز أعيدها كده بالشكل ده، ممكن أخدها من هنا. تمام. وأخدها كنترول سي، أو أخدها أعمل كليك يمين وأقول له كوبي بالشكل ده، وأجي هنا جاي أقول له بيست بالشكل ده، فكرر لي البيانات بتاعتي أو نقلها. القيمة، الفلوس يعني، أو قيمة الفاتورة نفسها، ممكن إن أنا أنسخها زي ما هي، أو إن أنا أكتبها مانوال بإيدي. أي أرقام مش هتفرق معانا. تمام. المنطقة ممكن نعيدها تاني، أقول له المرة دي آخد كنترول سي من الكيبورد، وأقول له كنترول في. كنترول سي بياخدها كوبي، وكنترول في بيعملها بيست، بينسخها ويرجع يلزقها تاني أو ينقلها. لو لاحظنا في البيانات اللي عندنا، هي عبارة عن أرقام وصوص وتواريخ. بنعرف نوع الخلية عندي إزاي؟ وأنا بشاور كده مثلا، ده كده شايفه إن هو جنرال، ده كده نص جنرال، هنا أرقام جنرال برضو، لكن هنا تحول لديت لأن هو شايفه كتاريخ، دي صيغة تاريخ. طيب لو أنا عاوز أغير نوع الخلية بتاعي، أغيره منين أو أعرفه منين؟ باجي على الجزئية دي كده من هوم، على الجزئية دي كده بلاقي إن هو محدد لي ده ديت. طيب ممكن أغيره؟ طبعا ممكن نغيره. ممكن أغيره من هنا. قال لي مثلا أنا عايز أغير نوع الخلية عندي جنرال، فأعملها كده هتتحول لأرقام. عايزها نمبر، هتتحول لأرقام. كارنسي عملة،
مثلا اتحولت بالدولار. تمام. شورت ديت زي ما كان. طب لونج ديت. طيب انا عاوز اكرر التاريخ بتاعي على البيانات اللي موجودة. هضغط عليه بالشكل ده، وهاجي برضو زي ما اتعودنا على شمال الخلية من تحت. تمام. الجزء ده في نقطة كده باجي عليها بيتحول لي لعلامة بلس. بحاول اسحب كده لتحت، هشوف ان هو عمال بيعد لي جنب السهم ده، بيعد معايا يبقى من 4 9 5 9 6 9 بالشكل ده. طيب ظهر برضو معانا حاجة هنا لازم نقولها كمان، ان ظهر معانا هنا علامة بلس كده في ظاهرة اسمها اوتو فيل اوبشنز. هنضغط عليها تظهر لنا، او الدروب داون ليست كده موجودة فيها ايه. انت عاوز تنقل الخلية زي ما هي، عاوز تنقلها بتدرج يعني، عاوز الفورمات اني عايز فيل ويز فورماتنج، عايز ايام بس، عاوز شهور بس، عاوز ويك دايز بس، عايز شهور بس. انت محتاج تعمل ايه؟ فانا هقول له مثلا لا انا عاوز كوبي بس. هتلاقيه نسخ لي اول خلية وكررها على كل الخلايا المحددة قدامه. وبكده نكون خلصنا أول حلقة عندنا، واستنوني في فيديو جديد عشان نتعلم فيه إن شاء الله الإكسل من الصفر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو لايك، وتستنوني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة عشان نكمل سلسلة تعلم الإكسل من الصفر.